السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير متابعين الفخمين الجميلين الحلوين. يا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله في القصة اللي وعدتكم فيها الفكاهية، وخلونا ندخل فيها على طول. ما دام انها فكاهية أنا بنضحك من بدري. هذه طالت أعماركم قصة البدوي والعجوز الجنية. تعرفون يا جماعة الخير البدو ترى عيالهم يتعلمون السواقة من بدري، اللي في القرى واللي في يتعلمون السواقة من بدري. ليش؟ لأن ما عندهم زحمة ولا عندهم شوارع ولا عندهم إشارات، فتسهل عليهم مهمة التعلم. وجاء هذا اليوم رجال مدوي وعنده ولد عمره 9 سنين 10 سنين، قال يا أبوي عطني مفتاح. أبوه بيروح للبلد، بيروح المدينة. قال أنا بروح المدينة. قال يا أبوي طيب عطني مفتاح يمكن يحتاجون أهلي. قال ماني معطيك ولا مفتاح. بياخذ الشاي بمفتاحه معه ويروح. المهم عود الولد راح للجدة. الجدة دايم ترى تضغط على الأبو، يا جدة أبوي بيروح المدينة وأنا خابر في عرس الليلة في الديرة. قالت اي والله في عرس الفلاينة الليلة في الديرة. قالت ابني أوديك على السيارة. قالت اي والله ودني يا وليدي. قال أبوي يعطيني مفتاح. كلميه عشان يخلي المفتاح عشان أوديك العرس. قالت روح نادي أبوك. تعرفون الجدة تضغط على الأبو. والله جاء أبوه قالت عط فلان المفتاح خليه يوديني للعرس، عرس الفلاينة الليلة، وانا لهم عندي شيء ولازم اروح لهم. والله يعود يعطيه المفتاح. تعرفون يا جماعة الخير ان البدو او القرى زمان كانت صيوان، الحفل الريجيل وحفل الحريم يحطونه في صيوان كبير، ما في لا قصور ولا فيه. المهم اخذ الولد جدته ووداها عند صيوان الحريم وحطها هناك، وقال يا جده عاني السياره هنا، انا بروح عند ريجي يمكن يجي عندهم لعب، يمكن يجي عندهم شيء، يمكن اتاخر عليك. لا منس خلصتي ولا جالس النوم ولا شيء، هاني الونيت اطلعي فيه ابد، بخليه فاتح اركبي فيه وارقدي لين اجيز. قالت طيب. والله بالفعل اخذت الجده طالعه واخذت مخذت في الحفل وجاه النوم. قالت ابى اروح اريح في السياره. لكن يا جماعه الخير في شيء صار، ان في سياره نفس سيارتهم جت وقفت جنب السياره الثانيه جنب سيارتهم، والسياره هذه مقفله وسياره ولدها مفتوحه. لكن العجوز يوم جاها النوم جت وطلعت في الصندوق مباشره، وثرها ما طلعت في سيارتهم وطلعت في سياره الرجال ذا اللي جاء ولبق جنبهم. المهم اخذ الرجال في الحافل ما ادري ايش اخذ، رجال ما هو بلده، رجال ثاني راعي السياره، وجاك راجل وفك السياره وشغل سيارته ومشى الرجال. يا ما اخذ الرجال ما ادري وش اخذ من مسافه، والعجوز راكده في الحوض. صعد وقعدت تدق على القزازه اللي ورا. يا ملتفت له والله اني اشوف حرمة زودة ويطنب بالسيارة. يا جنية بسم الله الرحمن الرحيم. الحرمة تدق القزازة من ورا والرجال دعس في السيارة يقول والله ما في حفرة ولا طعس ولا شجرة الا خذها على نواحر. يصيح. المهم ويجيك مسرع عندك. تعرفون الحين الحرمة واقفة في الصندوق متجودتم في الحنايا. والرجال مسرع شالتها وغطاها طار بعلها. وهي كبيرة في السن، شعرها شيب. يا ما اخذ مسافة زي كذا سكتت العجوز وهو يلد. لا والله اني شايف العجوز شعرها ابيض، وهذا عارف ان الوضع والظاهر يقولون ان الرجال انه خلط بلاويح على بلاويح. هو يزبن بيوته هلا بالبواري والصياع. الرجال في صيحة واحدة من يوم مشى لنجا، وهي تعارضهم ما ادري وش العلم، ويفك الباب ويعطي ذا الواحد من عاصي. امه تقول انت علامك يا ولد، انت علامك يا فلان، انت علامك. قال الجنيه عانيه في الصندوق، يا مجت امه. لا والله ان العجوزه طول ما فيها كراعه. استغفر الله العظيم. يا ملدت عليها وكشفت عليها. لا والله انها عرفها فلانه من الفلاينه. هذه فلانه انت وش جابها معك؟ وهي تنبهها قد لابس، وهي تصحى تعلمها بالعلم كله كامل. قالت سيارة ولدي ما ادري وش العلم ذا اللي جاني. جاني ذا الاشودي ما خلابي
صور الله العظيم ماتوا. كل ما صحت له اباه يوقف زاد في صرعته. خل وعني يلعب فيها. تعود تنزلها تسمي عليها وتنادي ولدها ويرسلون لولدها الثاني ويجي وياخذ جدته ويروح يقولون ان الرجال هذا اللي شال العجوز. يقول جنيه. يقول صح اليوم الثاني شايب هلاله. من الخوف من العجوز. هذه كانت القصة يا حبايبي الغاليين الفكاهية، أتمنى أنها أعجبتكم واضحكوا واستانسوا. إذا حسيت أنك تبغى تضحك اضحك، لا تكتبها. الله يوفقكم إن شاء الله، في أمان الله.